هي وصلت على مراكش، جيت على المغرب سياحة أسبوع. تابعوا الفيديو السلام عليكم، مرحبا بكم وشكرا على تابعوا الفيديو وشوفوا فيديوهات الجديدة. طبعا أنا أخذ شورتات ولابس قميص نص كم لأنه عندنا بفرنسا هون درجة الحرارة 60. أنا رايح أنا رسميا في المملكة المغربية. اليوم غادي نحكي قصة شاب سوري كان عايش في فرنسا، ولكن من اللي قرر يزور المغرب؟ اكتشف عالم مختلف بالكامل وخلاه يوقع في حب هذا البلاد الجميلة. أول محطة كانت هي مدينة مراكش، المدينة الحمراء اللي كتجمع بين التاريخ، الثقافة والأجواء المغربية الأصيلة. اشتغلت صار لما شفت بورت انترناسيونال انه فينا نطلع ونفوت على غير دول. انا على فكره بعد 5 سنين من قعدة فرنسا هي اول مره بترك فرنسا وبطلع على افريقيا يعني. هلا دخلت وسجلت دخول ورايح على الصراف ليكو هينو جاي صارف مصاري، بعده حاشتري السيم كارد وبعده حروح على الفندق تبعي. حصرف 150 يورو بشكل مبدئي وبس لازمنا نرجع نصرف، بس نصحوني رفقاتي نصرف بالمطار اول شيء. جايز حبيت عملتهم كثير يمكن هذا الملك محمد الثاني او محمد السادس ما بعرف، بس كثير حبيت عملتهم. ما لقيت مطرح بيبيعوا فيه سيم كارد، سو رح احاول اطلع لبرا وشوف. وهلق عنا طلع من المطار والتفتيش كالعادي نفس الاجراء. بتوقع لقيت مطرح بشتري منه بطاقه بس اورنج، وانا ما بحب اورنج يعني. انا في فرنسا مني مشترك مع اورنج لاجي اشترك معهم في المغرب. بس هيك على الاضاءه. دان اشتريت انترنت صار معي انترنت، طلع اخذ تاكسي لروح على الاوتيل. باي باي، بحبكم كثير. تشبه البان اوريزون في فرنسا، والمغرب مشهوره في هذا الخبزه كثير. من أول يوم تفاجأ بالأزقة القديمة، الأسواق التقليدية، ريحة التوابل والألوان الزاهية اللي كتعطي لمراكش طابعا خاص ما كيتلقاش بسهولة فبزاف ديال المدن الأوروبية. السائح السوري قال أنه الحاجة اللي أثرت فيه بزاف هي الدفء ديال الناس. فالمغرب حس بالترحاب والكرم، فكل بلاصة مشى ليها الناس كيسولوا عليك، كيرحبوا بيك وكيخلوك تحس براسك وسط عائلتك. بالنسبة لي هذا الجانب الإنساني كان مختلف ومميز مقارنة مع نمط الحياة السريع والبارد اللي عاشوا في بعض المدن الفرنسية. فكروني جاي متسول للمغرب لهم خبر انه المعمار في المغرب هيك، وهذا جمال الفن المعماري المغربي. هلا طالع اصور لكم غرفتي لعيونكم. هاي الغرفة لما بندخلها طبعا كلياته معمار مغربي، وهذا الحمام اجلكم الله. واكبر شيء معلومة صغيرة انه انا صار عمري 26 سنة واول مرة في حياتي بشوف الصحراء، واللي هي الصحراء المغربية. رايحين على مدينة اسمها الصويرة. وقفنا في تعاونية، هي ورشة مهن محلية بيصنعوا فيها كتير شغلات وبيدعموا الصناعة المحلية وهيك قصص. ومن بعد مراكش شد الطريق نحو الصويرة، واحدة من أجمل المدن الساحلية في المغرب. الصويرة سحرات بهدوءها، البحر ديالها والأسوار التاريخية المطلة على المحيط الأطلسي. ولكن أكثر حاجة عجباته كانت هي المأكولات البحرية الطرية. فميناء الصويرة قدر يختار السمك مباشرة من عند الصيادين، ومن بعد يتشوى قدامه على الفحم. السردين، الكروفيت والكالامار خلاه منبهر بالطعم والجودة، وقال بأن السمك في الصويرة عنده نكهة خاصة بسبب الطراوة دياله والقرب من البحر. ومع مرور الأيام بدأ يشوف أن المغرب ماشي غير وجهة سياحية بل أسلوب حياة. الجو المشمس، التنوع الثقافي، المأكولات الشهية والأسعار المناسبة، كلها عوامل خلته يعشق المغرب ويقول بأن هذه البلاد عندها سحر خاص كيجذب أي زائر. هذا طيب كتير. يعني أنا اشتريت هذا زيت أركان مخلوط مع بندق مطحون كتير طيب، حقه 150 درهم يعني تقريبا 15 يورو. صار عاصفي لأنه صار هوا كتير وأنا كتير بخاف من العواصف بصراحة. وفي النهاية أكد أن المغرب أعطاه ذكريات وتجارب جميلة غادي تبقى معاه مدى الحياة، وأن مراكش والصويرة كانوا من بين أفضل الأماكن اللي زار في حياته.
إذا عجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا لايك، تشتركوا في القناة وتخليوا لنا رأيكم في التعليقات. شنو هي المدينة المغربية اللي كتفضلوا تزوروها؟ إلى اللقاء في فيديو جديد، والسلام عليكم.